عزيزي المشاهد، يمكن تكون بتتسائل دلوقتي احنا بنعمل ايه في القناة دي؟ الإجابة ببساطة احنا بنحكي تاريخ، بنرجعك لورا لآلاف السنين ونفتح لك باب على عالم القدماء المصريين، نعرفك على عاداتهم، تقاليدهم، تعليمهم، حياتهم اليومية، وحتى أعمق ما يميز ثقافتهم. وخليني أقولك إنك مستحيل تفهم الثقافة المصرية القديمة من غير ما تفهم لغتهم، اللغة اللي كل حجر في معبد كان بيحكي بيها، كل تابوت، كل بردية، كل نقش كانت بتتنفس بيها الحضارة. في الحلقة اللي فاتت حكينا سوا عن سر فك رموز اللغة الهيروغليفية والرحلة العجيبة اللي خدتنا من جزيرة فيلة لحد متحف لندن، من حجر رشيد لشامبليون. ولو لسه ما شفتهاش بنصحك بشدة ترجع تشوفها، علشان اللي جاي دلوقتي مبني تماما على اللي فاتت. النهاردة هنكمل مع بعض رحلتنا في عالم اللغة المصرية القديمة ونخوض أعمق في أسرار الهيروغليفية. خلونا نرجع بالزمن لسنة 1897 لما أملينو ويتري وهو بيجري حفائر في أبيدوس، وتحديدا في منطقة أم الجعاب، ودي الجبانة الملكية اللي بتقع شمال غرب معبد سيتي الأول. لقى مجموعة غريبة من الآثار، لوحات صغيرة من الحجر الجيري، قطع من سن الفيل، وأختام اسطوانية منقوش عليها بخط غريب، الخط الهيروغليفي. أيوة، ده كان أول خط استخدمه المصري القديم عشان يدون حضارته. وفي واحدة من أشهر القطع الأثرية اللي وصلت لينا هي صلاية الملك نعرمر من الأسرة الأولى. قدرنا نقرأ بعض العلامات الهيروغليفية اللي بتكشف لينا إن الملك نعرمر نزل من الجنوب وغزا أهل وجه بحري ووحد البلاد، لكنه اكتفى بالرمز والصورة وما قالناش إزاي انتصر، ما قالش التفاصيل. ولو نزلنا تحت هرم جسر في سقارة هنلاقي ممرات سفلية، ممرين تحديدا، واحدة منهم كان مليان بأكوام ضخمة من الأواني مصنوعة من أحجار مختلفة، المرمر، الديوريت، الجرانيت، الشست. وعلى الجدران الخارجية للأواني دي لقيوا علامات هيروغليفية بتدل على أسماء وألقاب ملكية من الأسرة الأولى والتانية. دي كانت لحظة فاصلة. القطعة دي كانت مهمة جدا لدرجة إن مؤسس الأسرة الثالثة قرر يستخدم المكان كمخزن ثمين يحفظ فيه تراث أجداده الملوك. لكن الأهم من كل ده إن العلامات الهيروغليفية اللي اكتشفناها هناك أظهرت بداية حقيقية لتكوين اللغة المصرية. بدأنا نشوف فيها ضمائر شخصية، علامات جمع، وتعبيرات عن المخصصات. وهنا بدأنا نلمس تشكل اللغة الحقيقية، مش بس حفر على الحجر، لكن صوت ومعنى وهوية. في خلال القرنين ونص من الزمن قدر المصري القديم يطور واحدة من أعقد وأجمل أنظمة الكتابة اللي عرفها التاريخ، العلامات الهيروغليفية. بدأت تزيد وتكتر وتتنوع، ظهر لكل علامة قيمة صوتية، وبقى عندنا حروف ساكنة وأخرى متحركة، وتكونت الكلمات من حرفين أو 3. وبدأنا نسمع اللغة مش بس نشوفها محفورة على الحجر. ومع تطور اللغة بدأت تظهر الصفة والاسم والفعل وحرف جر، وظهر النحو بكل تفاصيله. ومع نهاية الأسرة الثالثة
حصلت قفزة كبيرة. قدر المصري القديم لأول مرة يحدد الأبجدية بتاعته 24 حرف هجائي، ومن هنا انطلق الخيال والتعبير. الكلمات انقسمت إلى مفرد، مثنى، جمع، مذكر، ومؤنث. الفعل كان دايما مرتبط بالفعل الحسي، يعني لما يكتب يسير يرسم جنب الكلمة علامة قدمين، ولو عايز يعبر عن فكرة بيستخدم حاجة محسوسة زي القلب، لأنه كان بيؤمن إن القلب هو مقر الفكر. وده اللي خلى الكتابة الهيروغليفية تنقسم لعلامات صوتية وحسية معنوية. وفي مرحلة تانية ومع تقدم اللغة بدأ المصري القديم يقسم الجمل لاسمية وفعلية، ويعرف الفرق بين الماضي والمضارع والمستقبل، ويفرق بين المبني للمجهول والمبني للمعلوم. يعني باختصار عزيزي المشاهد، مش انت بس اللي خدت حصص نحو في المدرسة، ده أجدادك كمان. ومع مجيء عصر الدولة القديمة بدأت اللغة المصرية تظهر في نصوص كاملة، نصوص سليمة منظمة مليئة بالأزمنة والأفعال، زي نصوص الأهرام اللي اتكتبت بالخط الهيروغليفي، ساعات رأسيا وساعات أفقيا من اليمين للشمال، ولو اقتضى الأمر تكتب من الشمال لليمين. مفيش فواصل بين الكلمات، لكن المصري القديم كان بيعتمد على المخصص علشان يحدد نهاية كل كلمة. ومع نهاية العصر الدولة القديمة كانت اللغة المصرية وصلت لذروتها. 20,000 كلمة اتجمعوا في قاموس برلين الشهير اللي صدر ما بين سنة 1925 ل 1931 بقلم أدلوف إيرمان وهيرمان جرايوف. وبعدها الدكتور بدوي كتب أول معجم باللغة العربية لبعض المفردات اللغة المصرية سنة 1958. ديمتري ميكس عمل 4 أجزاء شرح فيهم اللغة المصرية اللي أصبحت تحتوي على 700 علامة مختلفة، كل واحدة ليها قيمة صوتية مميزة. واسمح لي عزيزي المشاهد أقسم لك تطور اللغة المصرية ل5 مراحل. المرحلة الأولى عصر الدولة القديمة، نصوصه كانت الأكثر تعقيدا، وصلنا منها وثائق جنائزية وصيغ شعائرية زي نصوص الأهرام. المرحلة الثانية الدولة الوسطى، اللغة وصلت لقمة الرقي وسهولة الفهم، تصريف الأفعال بقى أكثر مرونة، وبقت لغة العصر ده هي لغة الأدب، والإنتاج الأدبي زاد جدا لدرجة إن بعض النصوص كانت بتحول لقطع مسرحية، والمثال الحي متون الأهرام. المرحلة الثالثة الدولة الحديثة، اللغة بقت أسهل لكن الجمل أطول وحروف الكلمات زادت، زي المثال الحي كتاب الموتى. ورغم التطور الخط المستخدم في النصوص ظل هو الهيروغليفي، لكن في الحياة اليومية الناس كانت بتستخدم الخط الهيراتيقي اللي ما كانش قاصر على طبقة معينة أو نوع معين من النصوص. المرحلة الرابعة العصر المتأخر، رجعت اللغة تبقى صعبة في الترجمة وكثرت فيها القواعد، ومع بداية الأسرة 26 ظهر خط جديد، الخط الديموطيقي، تطور مباشر للهيراتيقية وبيستخدم في البرديات القانونية والإدارية والعقود بكل أنواعها. المرحلة الخامسة العصر البطلمي والعصر اليوناني،
هنا اللغة وصلت لقمة التعقيد. القيم الصوتية اختلفت ونطق الحروف اتغير، بقى للحرف الواحد ممكن يدل على كلمة كاملة، ودي الحيلة اللي شفناها في النصوص البطلمية على جدران دندرة وإسنا وأدفو. مع نهاية العصر الروماني وبالتحديد في القرن الثالث الميلادي دخلت المسيحية مصر، وكان لازم علشان تنشر العقيدة الجديدة يتم ترجمة النصوص الكتاب المقدس بلغة يفهمها المصريين. وهنا بدأ ظهور ما يعرف بالخط القبطي، وأنا شخصيا أتمنى نصلح المصطلح المنتشر، لأن اللغة القبطية في الحقيقة مش لغة جديدة، لكن هي امتداد طبيعي ورابع للغة المصرية القديمة. المصريين القدماء لما بدأوا يترجموا لاحظوا إن الأبجدية اليونانية مش كفاية، لأن في أصوات مصرية قديمة مش موجودة في الحروف اليونانية، فكان الحل إن هم يضيفوا 7 حروف من الخط الديموطيقي، وبهذا الدمج بين اليوناني والديموطيقي ظهر الخط القبطي اللي كتب به الإنجيل، واللي نقلت العقيدة المسيحية للمصريين بلغة قريبة منهم مش بلغة أجنبية. وده ساعد إن المسيحية تنتشر كعقيدة شعبية، وخصوصا إن الكنيسة في الإسكندرية استخدمت اليونانية، لكن باقي أنحاء مصر استخدموا الخط القبطي. وعلشان كده علماء كتار أكدوا إن القبطي مش مجرد دين أو مذهب، ولكن كان المقصود بيه المصريين أنفسهم. وده فعلا اللي حصل لما دخل عرب مصر سنة 640 ميلادية، وبدأ لفظ قبط يطلق على كل الشعب المصري. المثير إن الخط القبطي كان ليه 4 لهجات مختلفة. اللهجة الأخميمية، ودي كانت أقدم اللهجات الصعيدية، واللهجة الصعيدية اللي ظهرت في طيبة ومصر العليا من بعدها، وكمان اللهجة الفيومية اللي انتشرت في فيوم ومصر الوسطى، وأخيرا البحيرية اللي ظهرت في غرب الدلتا ومنها إلى القاهرة، وبعدين انتشرت في مصر كلها. اللغة عزيزي المشاهد مش مجرد وسيلة تواصل، دي مرآة لحضارة كاملة، سجل لتاريخ طويل لأفكار ومعتقدات ومشاعر وأحلام عاش بيها أجدادنا من آلاف السنين. اللغة الهيروغليفية ما كانتش رموز على جدران، دي كانت أرواح بتنطق وأصوات بتتكلم من أعماق التاريخ. والمصريين القدماء ما كتبوش علشان يخلدوا نفسهم بس، هم كتبوا علشان يسيبوا لينا مفاتيح نفسهم ويبينوا هم مين واحنا جينا منين. واحنا هنا في القناة دي بنحاول نفك الرموز ونرجع الروح لكل حجر، ونفهم سوا رحلة الحضارة العظيمة من أول نقش في أبيدوس لآخر حرف في القبطية. وحلقتنا الجاية هتاخدنا في رحلة جديدة. فلو عجبتك رحلتنا النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجاية أول ما تنزل. وافتكر دايما اللي ملوش ماضي ملوش حاضر ملوش يعرف. سلام.